بغيتي تبدا المشروع ديالك ولا التجاره ديالك، بغيتي دير شي مشروع ديالك، غادي نعطيك واحد 3 ديال النصائح من واحد مجرب تجاره بالفراشه ديالها في الانترنت في محل، وكلهم عندي الفيديوهات ديالهم فهنا في لاشين. بدا المشروع ب100 درهم في الفراشه في نهار وجبت بعت السلعه كامله اللي ديت. المهم عندي تجربه في الفراشه، عندي تجربه في المحل، بديت ازر هو كاين فلاشين حتى هو، بعت في الانترنت واخا ماشي شي تعمقت فيها، ولكن المهم عندي تجربه في التجاره. غادي نعطيك هاد 3 ديال النصائح غادي ينفعوك مزيان اخي. النصيحه الاولى هي السلعه اللي غادي تبدا بها. مشيتي قلبتي في كراج علال ولا فين ما قلبتي، حيت الجمله راه ما كايناش غير في كازا، كاين اللي كيسحب الجمله وهذا موضوع واحد اخر. كاين اللي كيسحب الجمله كاينه غير في كازا، وهي كازا الجمله راه كاينه في مناطق بزاف، كل بلاصه وكل سلعه والجمله ديالها فين كاينه اللي الجمله ديالها في فاس، كاينه اللي الجمله ديالها في الغرب، كاينه شي سلعه بحال كاوكا وداك الشيء الجمله ديالها في الغرب، كل بلاصه والجمله ديالها فين كاينه. المهم ما عليناش. النصيحه الاولى هي تعرف السلعه اللي غتشري. مشيتي مثلا كراج علال، مثلا جبتي سنطه ولا جبتي شي حاجه شي بياسه، خصك تعرف المميزات ديالها، حيت الا ما عرفتيش المميزات ديال الحاجه ما كيغدير تبيعها. هو غيبغي حتى هو معاك بنان، ما يقول لك واه تقول له مثلا 50 درهم في هذا التيشيرت، 50 درهم، ما يقول لك واه اللي دايره غير 30 درهم. خصك تعرف المميزات ديالها، تقول له لا هذا خويا قطنه شنو فيها هذه المعمل هكذا. المهم تعطيه المميزات ديالها. ملي كتعرف المميزات كتعرف كيفاش تهضر مع بنادم، حيت التجاره هضره. الا ما كنتيش كتهضر ما تقولش ليه غادي توقف. كنشوفهم انا حدا الجامع اللي كنت كنبيع ونشري، غتشوف في هذاك الفيديو اللي لحت ديال اللي كنت كنبيع حدا الجامع، كاين اللي كيجيب شي سلعه مزيانه كتباع كيبيعوا فيها الناس، ولكن هو ما كتباعش ليه. علاش؟ واقف حدا كيتسنى بنادم يجي عنده. خصك تكون كتغوت، ولا جا بنادم مسولو كيقول له شحال 30 درهم وكيسكت. لا، خصك تقول ليه 30 درهم حاجه مزيانه كتيره طاي ستاندر ولا طاي ال، ولا تقول ليه المميزات ديالها قطن. تبدا تهضر. ملي كتعرف هذوك المميزات كتبدا تشد بهم بنادم، كتهضر. ملي كيشوفك بنادم كتهضر وكتواجد معاه، حيت بنادم كيبغي فهمتي، كيبغي هذيك الدرهم اللي كيبغي يعطيه، راه ماشي كيهز درهم وكيعطيه، كيبغي خصو يهضر معاك يتحدث معاك. الانواع كاينين ديال الناس، هذا موضوع واحد اخر. المهم قلنا السلعه ديالك خصك تكون حافظها. كيما كيضرونجيك اللي غيشري عندك، خصك تضرونجي انت الجمال. مال هادي منين اخويا، التوب ديالها واش قطان واش علاش هادي دايره. المهم تعرف السلعه ديالك مزيان. هذيك هي النصيحه الاولى. ثاني نصيحه وهي الاستمراريه. النهار الاول ما يغركش، النهار الاول ما تغركش، السيمانه الاولى، النهار الاول ما كيوريكش المشروع. يقدر تجيب السلعه تحطها في النهار الاول تباع لك، النهار الثاني تباع لك، النهار الثالث تباع لك مثلا، ولكن جيت تزيد تقول سواء كتباع كتزيد السلعه كتحبس لك ما كتباعش لك. انت خصك تعرف بلي التجاره راه ما كنمشيش في منوال واحد مثلا، ويقدر يكون العكس. يقدر النهار الاول ما تبيع والو، النهار الثاني ما تبيع والو، النهار الثالث ما تبيع والو، وفي السيمانه اللي جايه كتبيع وتشري. كيجي عندك بنادم كيعرفك كتعرف. ديما التجاره خصك تعرف بلي راه التجاره ما كتمشيش بمنوال واحد. صافي فهمتيني. اليوم كتبيع بعتي 200 درهم، غدا غادي تبيع 200 درهم ضامنها. ما كاينش شي حاجه مضمونه في التجاره. تقدر اليوم تربح 200 درهم، غدا تربح 100 درهم، بعدو 70 درهم، بعدو ما تربح والو، بعدو ما تربح والو ديال بصح دير من جيبك ترونسبور وكذا كديرو من جيبك. وين التجاره هي هذيك، ماشي بحال الساليري كتشد واحد 3000 درهم ولا 5000 درهم مضمونه. التجاره لا، هاد النهار ما مضموناش، على حساب خدمتك، على حساب الرزق، على حساب واش الاخر ديال الشهر ولا الاول ديال الشهر، على حساب البلاصه فين حطيتي، على حساب بزاف ديال العوامل كيلعبوا. المهم التجاره الاساس ديالها خصك دير في راسك
بلي الاستمراريه وماشي التحفيز. ما يغركش التحفيز وهذاك الحماس، حيت بعض الخطرات خصوصا في البدايات كيكون فيك هذاك التحفيز ديال باغي تخدم نهار كامل تضرب الجام. مثلا درتي فراشه كتقول غادي نخدم انا في الجامع ونخدم في الشارع ونمشي ندور على القهوه نديرهم كاملين. ما تعولش على الحماس والتحفيز، حيت الحماس والتحفيز ها هي واحد المشيشه جايه عندنا. الحماس والتحفيز ما كيبقاوش، الانضباط هو اللي كيبقى ديما. خصك تنضبط، داكشي اللي كديرو اليوم ديرو غدا، اللي كديرو غدا خصك ديرو بعدو، وتبقى غادي ديما باش الا بغيتي في اي حاجه، ماشي في التجاره حتى في القرايه حتى في الدراسه. مثلا كتلقى هذوك الناس اللي كينجحوا اللي كيجيو الاولين كتلقاهم ديما ما كيتغيبوش، هما كيجي دايما داكشي اللي كيديروا هذا النهار هو اللي كيديروا غدا، هو اللي كيديروا بعدو. كيجيو المهم كتمشي في واحد الطريق ممله، حيت كيقولك الا بغيتي توصل خصك دوز من داكشي اللي ما بغيتيش، داكشي اللي ما كتحملوش باش توصل لداكشي اللي عزيز عليك. فهمتي؟ الا بغيتي توصل لداكشي اللي بغيتيه راه خصك دوز من داكشي اللي ما بغيتيش. بحال دابا الا بغيتي تربي العضلات وكذا راه خصك تصبر الالام، هذاك الالم ديال الصال في البدايات وكذا راه صعيب، ولكن ملي كداوم عليه كتوصل لواحد الحاجه اللي هي كتبغيها، الا وهي اللي هي قلب بدنيه والفصاله مزيانه. الا بغيتي توصل لداكشي اللي كتبغي خصك دوز من داكشي اللي ما بغيتيش. قلنا هادوك جوج نصائح دابا، وقلنا النصيحه الثالثه هي الورقه والستيلو. الحساب ما كايناش شي قصه نجاح، ما كايناش شي حاجه ناجحه في هذه الحياه بلا ورقه والستيلو، بلا حساب. ضروري تكون كتحسب ساليتي النهار ديالك، كتدخل هذوك الفلوس كتحطهم. شحال ديت معايا؟ كنهضر مثلا على فراشه، وهذا الشيء هو اللي كينطبق على المحل، هذا الشيء هو اللي كينطبق على التجاره الالكترونيه وعلى كل شيء. الورقه والستيلو، شحال ديت معايا، شحال كانوا عندي ديال الفلوس في جيبي، شحال بعت، شحال بقى ليا. راس المال كنحطو ابار، وكل نهار كنزيدو شويه. بحال دابا مثلا بدينا ب 300 درهم، بديتي ب 300 درهم باش بديتي، مشيتي بعتي سيدي صورتي واحد 100 درهم، واحد 50 درهم غنصيرها مثلا، هذيك 50 درهم غادي نزيدها لراس المال. وهكاك باش كيزيد يكبر راس المال ديالك. ماشي تقول ديما تخلي ديما هذيك 300 درهم 300 درهم كنحطها ما نقيسهاش، هذيك كتسمى بحال ما عنديش كاع الفلوس، بحال ما عنديش الفلوس. هذيك كنحطها بحال ما كنحسبهاش ديالي، هذيك ديال السلعه، هذيك راس المال ديالي لا بغيتي تستمر. المهم هادو هما النصائح، هادو عن تجربه وراتهم ليا الوقت، انا ماشي شفتهم انا في اليوتيوب ولا، هادو عن تجربه، هادو شفتهم وطحت فيهم. انا راه طحت في هاد المشاكل ما درتهمش انا وحلت فيهم. ملي اكتشفتهم، ملي وراتهم ليا الوقت، حيت الوقت الدروس هما الدروس ديال الحياه. ملي كتعلمك الحياه هي اللي كتعلمك الدروس. ملي كتعلمك هي شي درس كيبقى المرسخ لك في دماغك، الا قالها لك شي واحد راه يقدر دير به يقدر تنساه، ولكن الا وراتو لك الحياه، فهمتي، الا طبيتي في راس المال هذيك 300 درهم ديال راس المال مثلا ودخلتي فيها الغد ليه وحلتي فين غادي تجيب راس المال وكذا، راه كتعقى عليه. هذاك درس عطاتو لك الحياه، واني الا قلتها لك دابا انا ولا الا قالها لك شي واحد اخر تقدر تقول هانيه يدخل لك دماغك، تتفرج في واحد الفيديو واحد اخر تقدر تنساه. انا كنهضر هذا الشيء غير 1%، غير الا تصنت ليه واحد انا ودار به واستفد منه داكشي اللي بغيت انا. الله يسهل على الجميع، الله يسهل امور الجميع.